بسم الله الرحمن الرحيم. عقد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة في قصر الضيافة في المشرف، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وذلك بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر الضيافة في المشرف ظهر اليوم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثم اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة أخاه فخامة الرئيس اليمني، حيث صافح كبار مستقبليه يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين. وفي بداية اللقاء رحب صاحب السمو رئيس الدولة بأخيه فخامة الرئيس اليمني، مؤكدا سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز عرى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتقديم كل أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن كافة. وقال سموه أننا حريصون على أن تشهد اليمن مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ظل تلاحم كافة أبنائه، وأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تقف داعمة من أجل تحقيق الوفاق بين جميع أطياف الشعب اليمني حتى ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، مما يسهم في نهضة اليمن وتطورها وتقدمها، مشيدا سموه بدور اليمن الاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واطلع صاحب السمو رئيس الدولة من فخامة الرئيس اليمني على الإجراءات والخطوات التي اتخذتها اليمن مؤخرا في تنفيذ المبادرة الخليجية وصولا إلى تحقيق وتعزيز الاستقرار السياسي في اليمن وآخر المستجدات على الساحة اليمنية. وقد أقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس اليمني والوفد المرافق له.